اخباركم إيه يا شباب؟ انا عمر 3D ارتست، وزي ما شفنا في الفيديو اللي فات ان انت ازاي تقدر تعمل environment واقعية من الصفر على بلندر. احنا يعتبر جبنا ريفرنس وعملنا حاجة قريبة منه شوية. ففي الفيديو ده انا هقولك ان انت ازاي تقدر تعمل ارض واقعية على بلندر بقى. يعتبر انت الارض دي هتستخدمها في معظم البروجكتس بتاعتك. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة ندوس شيفت ايه مش بلين، ونكبر البلين بتاعنا على حسب ما انت عايز. عموما في ال 3D انت يعني تقدر تعمل كل اللي انت عايزه، مفيش حاجة ثابتة تمشي عليها. بعد كده ندوس كنترول وايه وابلاي للسكيل. اهم حاجه في الريندر في الفيتشر سيت بقى، بدل ما هي سبورتد نخليها اكسبيرمنتال. وتاني حاجه ان احنا نجيب التكستشر بتاعتنا. انا عن نفسي جايب التكستشر دي من كويكسل بريدج. انا اي حاجه هستخدمها بعد كده في الفيديوهات اللي جايه هتبقى موجوده في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هنروح هنا بقى دلوقتي على الشيدر اديتور نيو. تمام، هنحط الالبيدو اللي هو البيس كولر. وبعد كده الاي او نخليه نون كولر. كنترول وشيفت وكليك يمين عشان نعمل لهم ميكس. تمام، نخلي الميكس دي مالتيبلاي والريزلت هنحطها في البيس كولر. خلينا بس ايه نشوف الريندر هيبقى شكله عامل ازاي. نحط مثلا اريا لايت، نكبرها ونخليها مثلا 300. ماشي. بعد كده نحط الرفنس. الكولر هنربطه في الرفنس. بعد كده نحط كولر رامب على حسب بقى انت براحتك عايز الرفنس تبقى ازاي. تمام، بعد كده ندوس شيفت ايه ونحط بامب. النورمال هنوصله في النورمال. بعد كده الرفنس هنوصلها في الهايت. بعد كده نحط كولر رامب تاني. نقلل بس السترينث شوية. تمام. بعد كده هنيجي في الماتيريال هنا عند السيتنجز، بدل ما هي بامب اونلي نخليها displacement and بامب. بعد كده نحط displacement. الكويكسل بريدج بيديك اتنين للديسبيسمنت. انا عن نفسي بحب استخدم الاي اكس ار. براحتك لو عايز تستخدم التانية اللي انت عايزه نون كولر. ونحط الديسبيسمنت بتاعتنا في الهايت. طبعا هيبقى شكلها كده. هنعلم على البلين بتاعنا. وبعد كده نروح على الموديفايرز وهنحط subdivision surface وهنخليه simple وادابتيف. احنا خلينا الفيتشر سيت اكسبيرمنتال علشان السيمبل والادابتيف دي. بعد كده هنروح في الايديت مود. هندوس كليك يمين بعد كده سب ديفايد. نخلي دي مثلا 15. تمام. ندوس سب ديفايد تاني نخلي دي مثلا 3. وندوس كنترول وايه وابلاي للسكيل. السكيل بقى بتاعه نظبطه من هنا نقلل شوية حسب ما انت عايز براحتك. بس ودي الطريقة دي تقدر تستخدمها مع كل التكستشرز اللي انت هتجيبها لو انت عايز ارض واقعية ايا يكن بقى التكستشرز اللي انت هتحطها عليها. بس واتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وفولو على الانستجرام، وتستنوا بقية الفيديوهات اللي جاية.